وليد ركراكي كيزيد يكبر في عينينا. هو اصلا كبير وحقق مع المنتخب المستحيل، ولكن اليوم ماشي غير بالكره، مي بواحد الكلاس ورانا كيفاش نتعاملوا مع الكره، كيفاش نتعاملوا مع الاسلاموفوبيا، كيفاش نتعاملوا مع لو راسيزم. الباقي صغير ما غاديش نحكموا عليه ولا نذبحوا ولا شي حاجه. دار غلط لا يسامح. الشهر ديال رمضان حنا غنبينوا حنا المغاربه وحنا مسلمين كنسمحوا الراسيس ما غاديش نقبلوها. بحال واحد يمكن عمره ما خرج من بلادو، ما كيعرف شنو هي الاسلام، ما كيعرف شنو هي العرب. حنا اكثر اللي نقدروا نبينوا هي دابا اليوم يعرفوا شنو هي مسلمين، نقولوا اون لي باردون، الله يسامح، باش حتى هو عنده اونكور اون في ابخي هادشي. ما يكونش حتى هو حياته كامله يقول ظلموني ولا شي حاجه. دار غلط طلب مسامحه. من بعد كاين لو كوتي جوريديك، بحال حنا انا كمدرب وكالفرقه وكمغربي نقدر نهضر على مسلمين اون لي دير مسكين اون لي باردون ما والو. وان شاء الله الا باغي يجي عندنا يشوف كي دايرين المسلمين وكي دايرين المغاربه وكي دايرين رمضان ويحس بها، مرحبا. حنا المنتخب الوطني المغربي لعب مباراه امام بيرو اللي تلعبات في واندا متروبوليتانو في مدريد. قبل من هذا الشيء هذا المنتخب كان مريح في واحد لوطيل في مدريد، واحد الدري كان خدام تما في لوطيل لاح شي تصاور ديال البلاصه ديال المنتخب وكتب دي كومونتيرات اللي عنصريين واللي كارهين واللي فيهم الحس ديال الاسلاموفوب كونتر حنايا المغاربه كونتر المنتخب. هادشي بيان سور غادي يثير الغضب ديال المغاربه، دونك اش داروا؟ مشاو صيفطوا دي زيميل لهذا لوطيل هذا وبداو تيريتيو فيه، تهبطوا ليه من الريت ديالو واخا هو اوطيل دي 5 ايطوال. هادشي اللي خلى لوطيل داك الريتين ديالو اللي هو اهم حاجه وهي السمعه ديال لوطيل هبطات وخلات لوطيل يرد البال لهاد اللعيبه هادي. وهادشي هذا خلى لوطيل يجري على هاد الدري هذا اللي خدام في لوطيل. من بعد الدري بدا تيعتذر وداك الشيء، ولكن في هادشي كامل عجبني الاكت ديال وليد ركراكي. الرد ديال وليد ركراكي كان واعر، وقال وليد ركراكي بالعكس حنايا غادي نتلاقاو هاد الدري هذا ونعرضوا عليه يجي يفطر معنا، وحنا في واحد الشهر ديال رمضان هي فرصه اننا نوريو المعدن ديالنا، نوريو كيفاش حنايا كنتعاملوا مع الامور. في النظر ديالي هذه احسن صوره نقدر نروجوها للاسلام، ماشي هذيك الصوره ديال الكره ونمشيو ونتبعوا بنادم بكليك. انا كونت هاد العقليه هذه ديال الكانسل كالتشر. علاش؟ لان الكانسل كالتشر ملي كنجيو نشوفوا فيها كتصرف هو واحد التصرف اللي صبياني. نورمالمون غتخيل دراري صغار اللي ما عندهم حتى شي حاجه وما عارفينش لي كونسيكونس ديال هذا الشيء هذا ولا غادي يديروه. ولكن ملي كنشوفوا حتى ناس كبار وبالعكس حتى ناس اللي مشهورين حتى هما كيندوا بهذا الشيء هذا. وهذا واحد العمل كيبان لي انا فيه الكره هو ديال الناس اللي ما واصلينش حياتهم. ما كنظنش ان انسان اليوم واصل حياته غادي يمشي ويدير هذه وغادي يشن هذه الحمله هذه ديال الكانسل كلتشر على اي واحد. هي واحد الحاجه خصنا نبداو نفكروا بعقلنا، ما نخليوش لي زيموسيون ديالنا لي زيموسيون ديالنا تيتاثروا، ولكن ما خصناش حنايا نقيديو الافعال ديالنا والتصرفات ديالنا على لي زيموسيون ديالنا. ملي كتفكر في دماغك وكتقول واش غدير هاد الكانسل كالتشر ما تدير لك حتى شي حاجه. هي بحال انت كتقر لراسك، ولكن واش غيرتي شي حاجه في هذا المجتمع؟ ما غيرتي حتى شي لعيبه. مثلا طاليس دار واحد ستاند اب، خصنا نبداو نفهموا النوايا ديالو. النوايا ديال طاليس هي تو بي فاني، يعني باش يضحك الناس. ايه ممكن انا ولا انت ما غاديش يعجبك، ولكن الحل ماشي هو نمشيو نكانسليوه ونخرجوا ليه على الكارير ديالو اللي هو خدم وتقاتل عليها هذه سنين. لا بالعكس، هذه نوت فير. هنا اش كتولي كدير؟ كتولي انت كاره بالك هذاك السيد غادي ناجح مزيان، وانت بغيتي تقلبتي لقيتي ليه السبه ديالو وطارغيتيه وبغيتيه يطيح. بالمقابل نقدروا نستغلوا هاد لوكازيون هادو باش نديروا واحد الحمله تحسيسيه. مثلا طاليس في هذاك الفيديو بحال كيلوي على التحرش وقال لك هذاك الاكت اللي قال هو فيه واحد النوع من التحرش. مثلا حنايا غادي ناخذوا هذاك الفيديو ونستعملوه كطريقه باش نحلوا هذا الموضوع هذا ديال التحرش وشنو هو التحرش ونشرحوه. بحال هكا كنستافدوا من الاخطاء ديال الاخرين الا كانوا نيت اخطاء. هادشي اللي عجبني في التصرف ديال وليد ركراكي اليوم، لانه كان من السهل ليه انه تا هو يشن حمله على هاد خينا ونشنو حمله على لوطيل واع ونبداو نبكيو كاملين. لا، بحال هكا باش كنصروا الدين، وهذه هي القدوه اللي خلينا الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الشاب اللي عنده 19 عام مثلا حنايا ملي غنديروا هاد البلباله هذه غادي يخرج من الخدمه، واش غادي نكونوا غيرنا لي افكار ديالو؟ لا. ولكن ملي كتصرف بحال التصرف هذا اللي دار وليد ركراكي تخلي بنادم تيحشم وتخلي بنادم يراجع المعتقدات ديالو ويراجع الافكار ديالو. وممكن بهذا التصرف هذا ديال وليد ركراكي ممكن يغير هذا الشيء هذا، ولا على الاقل يتشالنجي هاد الافكار هادو. وبالتالي هذه كتبان لي طريقه مثلا فعاله
اللي غادي نحاربوا بها مثلا الكره، ونحاربوا بها الاسلاموفوب، ونحاربوا بها لو راسيزم، ماشي الكانسل كالتشر. الكانسل كالتشر ما غادينا لتا شي طريق، غادي تزيد كره على كره، والكره عمرنا غنقدروا نفايتيوه بكره اخر. ردوا البال. Jadi cerita